أهلا بيكم في بيبرس أكاديمي. مصنع بيدفع 4000 جنيه في اليوم تكلفة عمالة وبيطلع 65% إنتاج من المفروض يطلعه في اليوم. عندي 35% خسارة، يعني 1400 جنيه في اليوم خسارة و36000 جنيه في الشهر خسارة. تخيل إنك بتخسر 35% من إنتاجك عشان مش متابع مؤشر. إيه هو المؤشر؟ OLE، وده بيتكون من 3 حاجات: الافيلابيلتي والبرفورمانس والكواليتي. تعال أديك مثال. عندي 10 عمال بيشتغلوا 8 ساعات، المفروض يطلعوا لي 800 منتج، طلعوا لي 520. ال 280 دول راحوا فين؟ يا اما غياب، يا اما اداء بطيء، يا اما ريورك، اعاده صيانه للحاجه اللي طلعت، وده برضه بيبقى بسبب العماله ان المنتج ما طلعش صح من اول مره. طيب المؤشر عندي اللي هو OLE ده، افيلابيلتي، الناس موجوده ولا لا؟ البرفورمانس بتشتغل بالسرعه المطلوبه ولا لا؟ الكواليتي طلع سليم ولا لا؟ بحسبة بسيطة كل مؤشر طلع معانا بالنتائج دي 90 في 80 في 90%، طلعوا معايا 65% اللي احنا شفناها في الأول، اللي بناء عليه أنا بخسر 35% من الإنتاج اللي المفروض يطلعوا مش بيظهر معايا. طيب نعمل إيه؟ لو حسنا بس مؤشر واحد من الثلاثة دول، برفورمانس، رفعناه من 80 ل 90%، أنا كده رفعت النتيجة النهائية ال 72.9، يعني حوالي 8% زيادة، وده يوفر معايا 8000 جنيه في الشهر من غير ما ازود عامل واحد. لو العمال تمام والماكينه هي اللي بتقف كتير، كده نيجي على المؤشر التاني اللي OEE، وبيستخدم برضو ال3 حاجات: الافيلابيلتي، البرفورمانس، والكواليتي. بس المؤشر ده خاص بالمعدات، يعني الافيلابيلتي بتشتغل وقت قد ايه، البرفورمانس اشتغلت بالسرعه الطبيعيه ولا لا، الكواليتي المنتج اللي طلع سليم ولا لا. برضو لو جينا هنا حاولنا نحسن الكلام ده بحسبة بسيطة، لقينا عندنا نسبة 70% ده الافيلابيلتي، و85% و95%، طلعت معايا النتيجة النهائية 56%. أنا عايز أرفع الافيلابيلتي ده من 70 ل 85%. لو أنا عرفت أعمل الكلام ده وأوفر الوقت وأصلح المعدات بتاعتي إن هي توفر لي ده، أرفع النسبة ديت ل 68%، 12000 جنيه يوميا تحسين. لو أنت عندك مشكلة في العمالة يبقى OLE. ده بيقيس كفاءة العمالة وبيركز على الإنتاجية البشرية وبيقلل الهدر في الوقت البشري ومناسب للعمليات الكثيفة العمال. طب OEE لو عندك مشكلة في المعدات، بيقيس كفاءة المعدات وبيركز على تقليل التوقفات وبيحسن الصيانة ومناسب للبيئات الصناعية المعتمدة على الماكينات. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت عايز تبني نظام قوي لمصنعك وعايز تسبق الأعطال بخطوة وتقلب المعادلة لصالحك. روح دلوقتي على حلقة MTTR و MTBF، أهم مؤشرات الصيانة، الرابط في الوصف تحت. خلي أرقامك تشتغل لصالحك وخليك دايما سابق بخطوة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي يا صديقي.